السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة أول شعبان، واللهم بلغنا رمضان لا فقدين ولا مفقودين. ويا رب كل بيوتنا تكون مليانة بالخير والفرح والسعادة، ويبعد عنا الوباء والبلاء ان شاء الله باذن الله. الفيديو بتاعي ده فيديو خفيف جدا جدا جدا، والكل اللي لسه مش عارف او كل اللي لسه مبتدئ، بدل ما تشتري المخللات والحاجات دي جاهزه، لا هاتيها واعمليها في بيتك، هتكون اوفر كتير جدا. يعني انا يا دوبك هم 2 كيلو، لو اشتريتهم جاهزين هيكونوا بمبلغ وقدره. يعني البرطمان ده بمبلغه بيعدي زي ما انت شايفه كده قدامك. الليمون زبده زبده جدا جدا جدا. فتعالي نبدا الفيديو ونشوف ايه المكونات اللي كانت معايا وانا ابتديت بايه. انا جبت 2 كيلو من الليمون. ان شاء الله هنعمله بطريقه حلوه جدا وظريفه، وهنقول شويه ملاحظات لكل اللي لسه مش عارف تخليل الليمون كويس. انا هنا معايا الليمون بتاعي اختاري الليمونه حجمها كبير شويه، يكون لونها اصفر، وبلاش يكون فيها خضار او كده عشان ما تسبب لكيش في مراره. الحاجه التانية تختاريها الناعمه، وتختاريها ان هي تكون جامده. كل الحاجات دي هي اللي هتخليكي تعملي احلى شويه ليمون معصفر. اللي معانا تاني معايا تقريبا كده يعني ربع كوبايه من الشطه الحاره، وربع كوبايه من الشطه المفرومه او الفلفل المفروم اللي مش حار. يبقى كوبايه او نص كوبايه فلفل حار على بارد مفروم كويس جدا. وهنا معايا كوبايه الا ربع من الملح، وتقريبا يعني لل2 كيلو استخدمت ب5 جنيه حبه البركه، وب5 جنيه عصفر، وكمان 10 كوبايه الا ربع من الليمون. يعني زي ما تعصري بقى 5 6 7 ليمونات، المهم ان هي تكون كوبايه الا ربع. الليمون اللي انت عصرتيه سيبيه زي ما هو، القشر اللي انت كان الليمون اللي انت عصرتيه سيبيه ما ترميهوش، علشان هنشوف هنعمل بيه ايه. هاخد الليمون بتاعي دلوقتي ونروح على طول على النار. اول حاجه هنعملها هنا بقى هبدا ان انا معايا ميه بتغلي، سبتها تغلي كويس جدا جدا جدا، وابتديت ان انا افتح الليمون. ممكن تفتحيها 2 بس، مش تفتحيها خالص، يعني مش تفتحيها على 2، يعني نشقها. هعملها انا 4/4 لان انا عايزه يعني ايه استخدمه على طول، مش هسيبه شهور يعني. وهبدا هنا بقى خدي بالك من الملاحظات اللي جايه. انا اول لما قطعت كميه كبيره من الليمون، واول ما ابتديت احط الليمون، طبعا الميه رجعت تاني هاديه، او السخونه بتاعتها قلت جدا، ما بقتش واصله لدرجه الغليان. فانا هسيبها اول ما تبدا تغلي، هحسب 5 دقايق وبعدين ابدا اطلع الليمون بتاعي. انا هنا كنت بعمل حاجه من وقت للتاني كده، اول الليمون ما يطلع يظهر على الوش، بس كل ده كده انا سايباها معاكم كانت لسه ما ابتدتش تغلي، انما هنا اهو بدات ان هي تغلي. فانا كل شويه ببدا احرك الليمون من فوق لتحت من فوق لتحت، علشان خاطر يبقى كله في درجه تسويه واحده. حسب بصوا بقى، هو زي ما انتم شايفين قدامكم كده، بحاول اضغط عليه او اقلبه على اساس ان اللي على الوش يكون نفس درجه تسويه اللي تحت. وبنسيبه 5 دقايق، وبعدين بنطفي عليه ونبدا نشيله ونصفيه كويس من الميه بتاعته، ونسيبه على جنب يبرد، وكمان نسيب الميه بتاعته تبرد. ما تقلقيش، الميه بتاعته مش هيكون فيها مراره، مش هيكون فيها مراره لان انتي مختاره كله اصفر. واهم حاجه انك ما تختاريش الليمونه اللي ممكن يكون فيها حته بايظه او الى اخره. لا، اختاري الليمونه الحلوه الناعمه اللي لونها اصفر، اللي هي قشرتها ناعمه. ولما هنفتح من البوز اللي هو الناعم زي ما وريتكم في اول الفيديو، مش هنفتح من الحته الخشنه. يبقى في بتبقى بوز ناعم او بوز صغنن، وفي بوز تاني بيبقى طالع بحته كده. لا، احنا بنفتح من فوق، يعني من اول الليمونه من فوق زي ما انتم شايفين. وقلت لكم ان احنا هنشيله ونحطه على جنب يبرد، وكمان مش هنرمي الميه، واحنا احتمال نحتاجها واحتمال لا. فهاجي هنا وبعد خلاص ما سبته فتره كويسه، لما خلاص يعني برد خالص ومش مهري ومش مستوي، ماسك نفسه. هنا بقى جيت على 5 جنيه عصفر وب5 جنيه حبه البركه، ونزلت هنقول ب3/4 كميه الملح اللي موجوده معايا. طبعا الملح على حسب الكميه اللي انت عاملاها، العصفر، الشطه، حبه البركه، برضو الليمون على حسب الكميه اللي انت عاملاها. وجبت هنا البرطمانات بتاعتي، وهنا انا كنت معقماها، يعني غسلها كويس بميه سخنه. ممكن تحطيها في ميه بتغلي، او تدخليها الفرن، تسخني الفرن كويس، وبعدين تحطيها جواه بعد ما تكوني غسلتيها كويس. بدات ان انا احشي الليمون بتاعي، احط شويه من الخلطه بتاعتي اللي هي عصفر، حبه البركه، والملح،
في قلبه، وضفت معلقه شطه صغيره جدا جدا جدا. دي اختياري مش اجباري، وبرده لو الفلفل البارد انت مش عايزه تحطيه المفروم ما تحطوهوش، يعني الحرقيه او من عدمها دي حاجه ترجع لك انت. فلو عندك اطفال بلاش ان انت تزودي في الحامي. هنا خلصت يعني بخلص في الكميه، ولسه استنوا في شويه خطوات كمان هنعرفها في الفيديو في بقيه الفيديو علشان خاطر نعمل احلى شويه ليمون معصفر. هنا تقريبا خلصت الكميه بتاعتي خلاص، وهنا هرجع بقى وهجيب بوله كده وهضيف فيها باقي الملح والشطه المفرومه اللي عندي. طبعا انا هنا في حاجه، الشطه بتاعتي كان مفروم معاها توم بسيط جدا جدا، وانا كنت مقلقه من الموضوع ده، ولكن هو ضاف له طعم حلو. وحطيت عليهم كوبايه الليمون اللي انا عصراها، وبعدين جبت يا دوبك كوبايه واحده من الميه اللي انا سلقت فيها الليمون وضفتها على كل ده وقلبتها ودوبت الملح، وبدات ان انا ازقي او املى على البرطمانات بتاعتي الخليط اللي انا عملته اللي هو الشطه والليمون والبقيه الملح، لحد ما حطيت الميه الكافيه. والليمون اللي انا كنت عصراه وسايباه ده هبدا اكبس بيه او اغطي بيه وش البرطمان بتاعي. ليه؟ علشان خاطر امنع دخول هواء، ما يبقاش فيه هواء جوه. وكمان هنجيب اكياس كده زي اللي ممكن اكياس تلاجة عادي وتقصيها وتبداي تحطيها على البرطمان وتغطيها وتقفلي عليها كويس جدا جدا، ونقلب البرطمانات بالشكل ده. هنسيبها مقلوبة بالوضع ده لمدة يومين او 3. ليه احنا قلبنا البرطمانات بالشكل ده؟ قلبنا البرطمانات بالشكل ده علشان خاطر الملح بتاعي لو في شويه ملح لسه ما دابوش او حاجه ما يفضلوش في قعر البرطمان، وان المخلل كله يستوي، ما اضطرش ان انا اطلع اللي على الوش وبعدين اخد اللي من تحت واعمل التبديل ده. لا، هتلاقي الليمون اللي فوق زي الليمون اللي تحت. هتسيبيه يومين 3 على مقلوب، وبعدين ترجعيه تاني وتسيبيه لحد ما يستوي، يعني من 10-15 يوم. ماسك نفسه حلو في نفس الوقت، ما هواش مهري، يعني لا هو مهري ولا هو ماسك نفسه قوي وبيشد زي اللي بنشتريه جاهز من بره. بصوا انا بوريكم حتى الليمون اللي انا كنت عصراه كمان استوى. ليه؟ عشان انا لما قلبت البرطمانات بتاعتي وخليتها على الغطيان اختلط كله الملح مع الشطه مع الليمون. طبعا انا في كل برطمان حطيت قرنين من الفلفل الاخضر، ودول اختياري ولكن بيضيفوا برضو شوية من الطعم. اتمنى الفيديو يكون عجبكم ويكون عند حسن ظنكم، وكل سنة وانتم طيبين. وما تنسوش ان انتوا تدعوا كتير جدا ان ربنا يشفي مرضانا ومرضى المسلمين اجمعين. بحبكم في الله. ومن بداية الفيديو لاخره نسيت اقول لكم ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، وبحبكم في الله واستودعكم في رعاية